وسط أجواء مليانة بالإثارة والترقب، يتطلع النادي الأهلي إلى تعزيز صفوفه استعدادا للموسم القادم بضم لاعبين بارزين يشكلان إضافة قوية للفريق. وهنا في المستديرة هنسلط الضوء على التحركات الحثيثة اللي بيقوم بها الأهلي للتعاقد مع الصفقات الجديدة. حالياً بيتحرك جهاز الكرة في النادي الأهلي بقوة علشان يحسم عدد كبير من الصفقات اللي طلبها السويسري مارسيل كولر. أهمهم هو الحصول على خدمات النجم المغربي يحيى عطية الله والتونسي محمد علي بن رمضان. من هو يحيى عطية الله؟ يحيى عطية الله لاعب مغربي بيلعب باك شمال في نادي سوتشي الروسي ومنتخب المغرب، وعنده 29 سنة. سجل مع فريقه 5 أهداف وصنع 6 في 34 ماتش خلال الموسم المنقضي، وتقدر قيمته التسويقية بمبلغ 2.2 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع سوتشي حتى صيف 2026. بعد إصابة المحترف التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس واحتياجه لفترة علشان يرجع للملاعب ويشارك في المباريات، بدأ التفكير في أكتر من بديل، لأنه لحد دلوقتي كولر مش مقتنع بحد. وعرض كولر على الإدارة يحيى عطية الله كبديل قوي، والأهلي ما كدبش خبر وبدأ في مفاوضات علشان يضمه لصفوفه، وقدم عرض علشان يحصل على اللاعب على سبيل الإعارة، لكن نادي سوتشي الروسي رفض. وبعد ما الفريق هبط لدرجة تانية يتفتح الكلام تاني على الصفقة، ومارسيل كولر يطلب من إدارة النادي الأهلي إنه يستمر في صفقة يحيى عطية الله، لأنه مقتنع جدا بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، خاصة إن عقد عطية الله مع سوتشي في شرط جزائي يتيح له الرحيل عند هبوط النادي لدور الدرجة التانية، وده اللي حصل بالفعل. يعني ممكن نقول إن اللاعب بقى حر دلوقتي، وبدأ الأهلي يضغط علشان يحسم صفقة يحيى عطية الله ب1,200,000 دولار، وخصوصا إنه اللاعب عايز يرحل عن فريق سوتشي الروسي بعد ما نزل للدرجة الثانية، وعايز تجربة جديدة الموسم الجاي. ووضح مصدر مسؤول في الأهلي إن الإدارة هتترقب موقف إدارة نادي سوتشي الروسي علشان تحسم ملف الباك الشمال، وهتجتمع بالجهاز الفني بقيادة كولر علشان يتكلموا عن تطورات الصفقة. وفي حالة لا قدر الله يعني فشل صفقة يحيى عطية الله ورفض النادي الروسي العرض الأخير، إدارة الأهلي هتبلغ كولر بفشل الصفقة، ولجنة التخطيط هتعرض بدايل، أو ممكن تكتفي بتجديد عقد التونسي علي معلول اللي قرب يرجع للملاعب تاني بداية من الموسم الكروي الجديد. أصل الصراحة معلول ملوش بديل. طيب إيه اللي هيخلي الصفقة تفشل؟ أنا هقولك. لأن في تقارير صحفية بتقول إن نادي بيرسبوليس الإيراني اللي بيدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو مهتم بالتعاقد مع اللاعب، ولحد دلوقتي مسلسل صفقة النجم المغربي مستمرة في ظل اهتمام النادي الأهلي بضمه. أما بالنسبة للصفقة الثانية محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان عنده 24 سنة، مركز خط وسط، لعب مع فرينك فوروزي المجري 40 ماتش، سجل خلالهم هدفين وصنع 8، وتوج مع الفريق ببطولة الدوري المجري. كان بن رمضان اتنقل لصفوف فرينك روزي المجري قادما من الترجي التونسي اللي لعب معاه 143 ماتش، سجل 34 هدف وصنع 6. اسم بن رمضان ارتبط بالانتقال للأهلي في المواسم الماضية أكتر بمرة، وهو الأمر نفسه اللي بيتكرر تاني النهاردة. الحكاية بدأت بعد ما تأكد رحيل أليو ديانج إلى نادي الخلود السعودي، والجزائري أحمد قندوسي إلى الصفاقيس التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وطلب مارسيل كولر المدير الفني بديل، وحدد الثنائي موكوينا لاعب نادي صن داونز الجنوبي افريقي ومحمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكا فاروزي المجري للتعاقد مع احدهما لتدعيم خطوط الفريق. لكن صن داونز رفض فكرة التفريط في موكوينا، وهو ما جعل الاهلي يلجأ للحل الثاني ويكثف من اتصالاته مع النادي المجري لإتمام صفقة بن رمضان في أسرع وقت، وممكن الحصول عليه خلال الانتقالات الصيفية. النادي الأهلي قدم عرض رسمي قيمته 2 مليون دولار علشان يضم محمد علي بن رمضان في الصيف، ولحد دلوقتي لسه ما فيش رد من النادي على الأهلي، بس في توقعات عن رفض العرض بسبب رغبتهم في عدم التخلي عن خدمات الدوري التونسي بأقل من 3 مليون دولار. والجدير بالذكر إن عقده مع المجري مستمر حتى 30 يونيو 2026. النهاية لحد دلوقتي في شد وجذب بين لجنة التخطيط وكولر، بين انه في لعيبة عايزها تمشي، وبين انه لجنة التخطيط والنادي متمسكة بيهم زي عبد القادر وقفشة واكرم توفيق، ودلوقتي اثبتوا نفسهم واغلبهم اساسي في التشكيلة. بس ده معناه ان مفيش صفقات؟ لا طبعا. الاهلي الموسم ده هيعمل صفقات ب 400 مليون جنيه، ويوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري كان بداية الصفقات، وهي صفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل دفع مبلغ مالي محدد سابقا. بس كده يا سيدي، دي كل تحركات الأهلي علشان يضم بن رمضان وعطية الله. بس السؤال هنا، هل هتنجح الصفقات دي في تعزيز قوة الفريق وتحقيق طموحات الجماهير؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
لكن المؤكد إن المستديرة دايما هتقولك على كل جديد. تابعونا أول بأول.